الخط اللي ظاهر قدامك على الشاشة ده منحنى من أهم مؤشرات نمو وصحة طفلك، لأنه بجد هيبين مسار نمو الطفل مع الوقت، وده هيفرق معاك كتير. ده اللي هتعرفه منه هو طبيعي ولا أقل من الطبيعي ولا زيادة عن الطبيعي. ولو شفت الأربع منحنيات اللي ظاهرين قدامك دولت، أربع منحنيات لأطفال مختلفين. عند الدايرة الحمراء كلهم في نفس الوقت ده كان وزنهم طبيعي على عمرهم، ولكن مسار النمو مع الوقت هو اللي بين ان ده كان من اقل من الطبيعي بالنسبه ليهم، وده فايده منحنى النمو. مش عايزك تقلقي ولا تتخضي. اليوم جايب لك تطبيق مجاني من على موبايلك تقدري ترسمي بيه مسار النمو الطفل، فخليكي معايا. فهتلاقي رابط التطبيق موجود في الوصف سواء اندرويد او سواء اي او اس، وهبدا اعرفك دلوقتي ازاي ندخل البيانات بتاعه الطفل وازاي نقرا المنحنيات مع بعض. هنا هنفتح التطبيق مع بعض. ده التطبيق. من العلامه زائد اللي موجوده في يمين الشاشه هنضغط عليها وندخل اسم الطفل وندخل تاريخ ميلاده. من هنا تختار السنة وتختار الشهر براحتك. بعد كده نختار ولد ولا بنت، وبعد كده نعمل علامة صح، وبكده ننزل هنلاقي اسم الطفل موجود معانا هنا. نبدأ ندخل بعد كده العلامات بتاعته، وزنه وطوله ومقاس راسه. فلو قلنا تاريخ اليوم لو هو نفس تاريخ الميلاد، وهدخل وزنه مثلا 4 كيلو، وهدخل الطول، وهدخل محيط الراس، واضغط على صح معناه اني سجلت البيانات. هتبدأ تظهر معايا هنا. اضغط على المنحنيات وده هيبدأ يوريني وزنه اللي هي النقطة هنا، وده الطول، وده محيط الراس، وده كتلة الجسم. زي ما قلت في اول الفيديو، النقطة دي بتبين ان الوزن طبيعي، ولكن المسار هو اللي بيفرق. ازاي نتابع مسار نمو الطفل ونعرف ده طبيعي ولا اقل من الطبيعي. فلو رجعت معايا عشان وقت الفيديو انا مدخل البيانات، لو رحنا للطفل ده وشفنا التشارت بتاعه مع نفس المنحنى، فده طبيعي عشان هو ناشي على نفس المنحنى من اول الميلاد لحد عمر سنة، ما نزلش او طلع. بيبقى مقبول ان ينزل حاجة بسيطة. بسرعة كده احنا عايزين ايه من المنحنى ده؟ اول حاجة نعرفها ان اقل منحنى تحت خالص اقل حاجه في الطبيعي، واللي فوق خالص هو ده اعلى حاجه في الطبيعي، واللي ما بينهم هو ده الرينج الطبيعي. بنقلق لو نزل منحنيين عن الطبيعي بتاعه او طلع فوق منحنيين عن الطبيعي بتاعه، ده معناه مؤشر ان في هنا حاجه غلط. نفس الوضع مع الطول، ونفس الوضع مع محيط الراس اللي هو مؤشر مهم جدا ان مخه بينمو كويس. لو زاد عن الطبيعي معناه ان في اتساع في المخ، اما تجمع سوائل او نقص كالسيوم، وده مؤشر كتله الجسم اللي بيبين لنا في سمنه ولا لا. لو جينا ناخد الطفله دي هنلاقي المنحنى بتاعها كان تقريبا مولوده عند 2 كيلو 600. بدات ماشيه مع المنحنى بتاعها طبيعي. عند 6 شهور نزلت هنا، برغم ان احنا لو خدنا النقطه بس هنلاقي وزنها كان على اقل حاجه في الطبيعي، فلو حطيناها كنقطه هنقول طبيعي، ولكن هي نزلت اكتر من منحنيين عن الطبيعي بتاعها. كده بدات يرجع وزنها تاني ويرجع للمنحنى الطبيعي بتاعها. فده معناه ان الطفله غالبا دي تعرضت اما لنزله معويه او نزله برد، قل معاها اكلها وشربها، نزلت عن الطبيعي، ثم بعد كده لحقت بالمنحنى الطبيعي بتاعها. محيط الراس ماشي طبيعي مع المنحنى بتاعها. كتله الجسم لا، هنا نزلت عن تحت الطبيعي، ثم بعد كده رجعت للطبيعي بتاعها مره ثانيه. لو جينا نشوف الطفل الثالث، ماشي مع المنحنى الطبيعي بتاعه من الاول، ماشي طبيعي. عنده 4 شهور بدا ينزل عن المنحنى الطبيعي باكثر من منحنيين، برغم ان هو لسه في الطبيعي، ولكن احنا عرفنا من منحنى النمو ان ده اقل من الطبيعي بتاعه. ثم استمر في النزول بعد كده لحد ما نزل تحت الطبيعي وكمل تحت الطبيعي، وده فايده المنحنى اللي بيقول لنا ان المسار ده فيه مشكله اكتشفه من بدري في نمو وزن الطفل. بعد كده لو رحنا للطول بتاعه هنلاقي الطول نفس الوضع. الطول برضو كان ماشي مع المنحنى الطبيعي، وبعد كده بدا متاخر شويه عن الوزن لحد ما نزل تحت الطبيعي وكمل معاه تحت الطبيعي. مقاس الراس نفس الوضع، وكذلك كتله الجسم. ده يدلنا ان في حاجه مزمنه عند الطفل، اما التهاب متكرر اثر على نمو جسمه سواء الطول والوزن وحتى مقاس الراس، وده معناه ان في حاجه مزمنه عند طفل محتاجه ان احنا نتدخل ونعمل بها فحوصات ونكتشفها من بدري عن طريق منحنى النمو اللي عرفنا من بدري من اول حتى الشهر الرابع ان هو بدا ينزل عن الطبيعي. اخر منحنى معانا الطفله وعد. لو جينا نشوف المنحنى بتاعها ده برضو بدات معانا من الطبيعي. المنحنى كان ماشي بس بدات تزيد، زادت اكتر من منحنيين عن الطبيعي، برغم ان هي لو جينا شفنا عند شهرين كان هنلاقي الدايره بتقول ان وزنها في الطبيعي لو خدنا نقطه واحده بس، ولكن المنحنى باين ان ده اكتر من منحنيين عن الطبيعي بتاعها. وبعد كده استمرت لحد ما خرجت فوق الطبيعي بكتير. لو جينا نشوف الطول هنلاقي الطول مستمر على المنحنى الطبيعي بتاعها، وكذلك مقاس راسها. نشوف كتله الجسم عشان نشوف السمنه، هنلاقيها كانت في البدايه طبيعي وبعد كده بدات تطلع زياده عن الطبيعي. الطفله ديت نبدا نشخصها عن الطبيعي من بدري عن طريق منحنى النمو من عنده عمر شهرين. فده كانت فايده المنحنيات، انك تتابعي ازاي منحنى نمو الطفل بتاعك، وزنه وطوله ومحيط الراس، وبكده تعرفي نمو الطفل طبيعي ولا لا. امتى تروحي للطبيب فورا؟
لو في نزول مستمر، فلو وزنه أو طوله أو محيط راسه زاد فجأة وطلع منحنيين أكتر من الطبيعي، أو نزل فجأة أكتر من منحنيين عن الطبيعي بتاعه، ساعتها لازم تروح للطبيب فورا. ففي رحلة الأم اللي مليانة دايما أسئلة، أهم سؤال دايما في كل زيارة بيكون: ابن طبيعي مع عمره ولا لا؟ التطبيق ده من البيت هيطمنك ابنك ماشي مع عمره طبيعي ولا لا. المتابعة يا جماعة مش علشان نخاف أو نقلق، المتابعة عشان نطمن من التغيرات البسيطة اللي بتحصل مع الطفل طول حياته. رسالة النهاردة واللي بحرص عليها في القناة: أهم حاجة نورثها لأولادنا هي الصحة الجيدة. ولو عندك أي استفسار عن التطبيق أو قراءات المنحنيات، اكتبي لي في التعليقات لو حاجة مش واضحة وأنا أرد عليك. دمتم في أمان الله وأنتم في أتم صحة وأحسن حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.